اوقات نسمع في الاخبار انه تم القبض على حرامي مشهور، لكن هل يوصل حد السرقة لدرجة ان الحيوانات ذات نفسها تسرق؟ اهو ده بقى اللي بيقولوا عليه اغرب من الخيال. باختصار ان الشرطة الهندية قدرت انها تقبض على تشكيل عصابي مكون من 4 قرود اتخصصوا كلهم في نشاط السرقة. 3 منهم بيقوموا بالمهمة، والقرد الرابع هو زعيم المافيا، وده اللي صورته ظاهرة قدامكم دلوقتي. والقرود دي بقى كانت بتسرق شنط السيدات والموبايلات او نضارة يشدوها من على وش صاحبها وهكذا، وكانوا بيرجعوا الحاجة لاصحابها في مقابل الاكل والفاكهة. ولو ما معكش تدفع لهم الفدية او تجيب لهم الاكل اللي هم عايزينه، عادي جدا الحاجة دي يقوموا بتكسيرها فورا. الموضوع ده بعد ما انتشر في الهند كان سبب ازعاج كبير لبعض السكان المحليون، وساعتها اتجه اكتر من شخص لتقديم بلاغ للشرطة، وقال ان في قرد مجهول الهوية سرقه. ومن كتر البلاغات كانت الحكومة حطت الموضوع ده في دماغها، وقدرت انها توثق اكتر من حالة للسرقة المصورة، وكانوا وضعوا خطة محكمة للقبض على القرود دي. وبما انهم حيوانات فاكيد يعني مش هيدخلوا السجن زي البشر، بس هم استكفوا لنقلهم للجبل بعيد عن السكان، وده كان افضل بكتير بالنسبة لهم من ان هم يقتلوهم. والحمد لله تم القضاء على الظاهرة الغريبة دي بنسبة كبيرة. لو عجبك الفيديو اضغط له لايك دلوقتي واشترك في القناة علشان يوصلك الجديد، وما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات. سلام.